أنت واقف في طابور عشان تشتري قهوة، بتمد الكارت بتاعك، مرفوض. الرصيد شكله كويس، بتحاول تاني، مرفوض. بتطلع فلوس كاش، بيرفضوا ياخدوها. النظام بيقول إن حسابك عليه علامة، مفيش أي معاملات بالدولار لحد ما تتوافق. أنت ما عملتش أي حاجة غلط، أنت مش مجرم، بس فلوسك ما بقتش بتاعتك. أهلا بيك في صدمة نيكسون 2.0، بس المرة دي الصدمة مش جاية من البيت الأبيض، هي جاية من بره نظام الدولار خالص. وده بيحصل بالفعل. روسيا والصين دلوقتي بيسددوا 99% من تجارتهم اللي قيمتها 245 مليار دولار من غير ما يلمسوا دولار واحد. السعودية اللي كانت حجر الزاوية في نظام البترودولار لمدة 50 سنة لسه منضمة لشبكة دفع بالبلوك تشين معمول مخصوص عشان تستبعد العملات الغربية. الهند بتشتري البترول الإيراني بالروبية. البرازيل والصين بيتاجروا في فول الصويا باليوان. بنك التسويات الدولية اللي هو البنك المركزي للبنوك المركزية لسه مسلم التحكم التشغيلي للنظام الموازي ده للدول اللي بتبنيه بنفسها. لو فاكر إن الكلام ده هامشي يبقى أنت غلطان. دي لعبة شطرنج جيوسياسية بتريليونات الدولارات، والقطع بدأت تتحرك بالفعل. السؤال مش إذا كانت هيمنة الدولار هتتآكل، السؤال هو هتتآكل بسرعة قد إيه؟ وإيه اللي هيحصل لما 7.4 تريليون دولار محتفظ بيها في الخارج ترجع تغرق الشواطئ الأمريكية؟ هناخدك في جولة عشان نفهم الحسابات والآليات والسيناريوهات الكابوسية. يلا بينا نتعمق. هيمنة الدولار عمرها ما كان ليها علاقة بالأسواق الحرة. دي اتصممت وسط ركام حظر النفط سنة 1973. نرجع بالزمن لسنة 1974. نيكسون لسه ضارب معيار الذهب، التضخم في السماء، أوبك ماسكة الغرب من رقبته، هنري كيسنجر بيطير للرياض بصفقة، السعودية تسعر كل نفطها بالدولار، وفي المقابل أمريكا بتضمن حماية عسكرية وبتشتري الديون السعودية. بحلول سنة 1975 أوبك بتوافق على شروط. كل برميل نفط بيتباع في العالم دلوقتي محتاج دولار. وده ليه كان مهم؟ لو انت اليابان ومحتاج بترول مش هينفع تطبع ين وتشتري بيه، لازم تحصل على دولارات الأول. وده معناه إنك تبيع صادرات لأمريكا وتشتري سندات خزانة وتحتفظ باحتياطيات دولار. فجأة الكوكب كله بقى محتاج إمداد مستمر من الدولارات عشان بس يفضل شغال. أمريكا بقت تقدر تطبع فلوس وتعمل عجز في الميزانية وتمول حروب عشان الطلب العالمي على الدولار مصطنع وإجباري. نقدم 50 سنة لقدام، النظام ده بيتفكك. روسيا والصين بيتداولوا 245 مليار دولار سنوياً، و99.1% منهم بيتم تسويته بالروبل واليوان. الهند والإمارات أول شراء نفط خام بالروبية في 2023. البرازيل والصين تسوية مباشرة لفول الصويا باليوان والريال. الصين بتشتري 70% من فول الصويا بتاع البرازيل ومن غير دولار، خيانة السعودية. في يونيو 2024 السعوديين انضموا لمشروع بريدج، وهو نظام دفع مبني على البلوك تشين صممته الصين وتايلاند وهونغ كونغ والإمارات عشان يسووا المعاملات العابرة للحدود بالعملات المحلية ويتجنبوا الدولار تماما. خلي الكلام ده يرسخ في دماغك. السعودية اللي هي أساس البترودولار حرفيا لسه موقعة على بديل للدولار. البترودولار ما كانش مجرد اقتصاد، ده كان نظام حماية وابتزاز. أمريكا بتبيع للسعودية أسلحة ب2 مليار دولار سنة 1975، يعني حوالي 12 مليار دولار دلوقتي. وفي المقابل السعوديين كانوا بيعيدوا تدوير أرباحهم من البترول في سندات الخزانة الأمريكية، وده كانت الطريقة اللي أمريكا مولت بيها عجزها ل5 عقود من غير أي عواقب. بس دلوقتي السعوديين بيأمنوا نفسهم، بيشتروا اليوان الصيني، بيدرسوا عقود آجلة للنفط بعملات غير الدولار، بينوعوا بعيد عن نفس النظام اللي ساعدوا في إنشائه. سيناريو الكابوس: لو السعودية ومنظمة أوبك بشكل أوسع بطلوا يطلبوا الدولار مقابل النفط، الطلب العالمي على الدولار هينهار في ليلة وضحاها. 7.4 تريليون دولار دول اللي هي احتياطيات الخزانة الأجنبية فجأة بقت اختيارية. ولو أنت بنك مركزي في تركيا أو إندونيسيا، ليه تحتفظ بقطعة تلج بتسيح
لما ممكن تحتفظ بذهب أو يوان. البترودولار لسه ما قامتش، بس هو على أجهزة الإنعاش وأوامر عدم الإنعاش DNR اتوقعت خلاص. خلينا نتكلم عن مشروع أمبريدج، أهم تطور مالي في العقد ده ومحدش بيتكلم عنه. في 2021 بنك التسويات الدولية أطلق منصة تجريبية عشان يختبر المدفوعات العابرة للحدود باستخدام العملات الرقمية للبنوك المركزية. المشاركون كانوا الصين وتايلاند وهونغ كونغ والإمارات. الهدف تسوية فورية، مفيش بنوك مراسلة، مفيش سويفت، مفيش دولار. وبحلول منتصف 2024 أمبريدج وصل لحالة المنتج القابل للتطبيق الأدنى، معاملات حقيقية، قيمة حقيقية، بنوك مركزية حقيقية. المنصة دي بتقدر تعالج تسويات فورية مباشرة بين الأطراف بالعملات المحلية باستخدام إجماع البلوكتشين. وبعدين في يونيو 2024 السعودية انضمت. وفي أكتوبر 2024 بنك التسويات الدولية عمل حاجة صادمة، سلم السيطرة التشغيلية للبنوك المركزية المشاركة. الترجمة: ده ما بقاش مجرد تجربة، دي بنية تحتية. ليه ده مهم؟ المدفوعات التقليدية العابرة للحدود بتشتغل كده. أنت مصدر نفط روسي بتبيع للصين، الدفع بيمشي كده: روبل، بنك روسي، بنك مراسل في نيويورك، شبكة سويفت، بنك صيني، يوان. العملية دي بتاخد أيام وبتتضمن تحويلات عملات كتير، وبتدي الحكومة الأمريكية نقطة تحكم عشان تراقب أو تجمد أو تحظر المعاملة. أمبريدج بيشتغل كده: بنك مركزي روسي، بنك مركزي صيني، فوري، مباشر، مفيش وسطاء، مفيش دولار، مفيش مراقبة أمريكية. التداعيات الجيوسياسية مذهلة، العقوبات بتبقى بلا أسنان. لو روسيا والصين يقدروا يسووا 245 مليار دولار من التجارة عن طريق أمبريدج، العقوبات الأمريكية على البنوك الروسية هتبقى مجرد إزعاج مش شلل. الطلب على الدولار بينهار. لماذا نحتفظ بالدولار لتسوية المعاملات التجارية بينما يمكننا استخدام أمبريدج والتسوية باليوان أو الدرهم؟ هنا يتبخر خيار سويفت النووي. كان يفترض أن يكون طرد روسيا من نظام سويفت عام 2022 بمثابة ضربة قاضية، لكن مع وجود بدائل تحول الأمر إلى دعاية مجانية لأمبريدج. قد يتبادر إلى ذهنك أن أمبريدج لا يزال مجرد مشروع تجريبي ويتعامل مع أحجام ضئيلة للغاية مقارنة بسويفت. هذا صحيح في الوقت الراهن، لكن لا ننسى قوة تأثيرات الشبكة. سويفت يهيمن على الساحة لأن الجميع يستخدمه. اللحظة التي تتبنى فيها كتلة حرجة من الدول أمبريدج، ولنقل أعضاء أوبك واقتصادات البريكس وشركاء مبادرة الحزام والطريق الصينية، ستتجاوز تكلفة عدم استخدامه تكلفة تبنيه، وستتسارع نقطة التحول هذه بشكل هائل. الصين بالفعل تمهد الأرض لذلك. نظام المدفوعات العابر للحدود بين البنوك الخاص بها عالج 24.44 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة سنوية قدرها 43%. وقد وقعت كل من السعودية والإمارات ومصر وإيران وتركيا اتفاقيات مبادلة باليوان أو انضمت كأطراف مشاركة. البنية التحتية تعمل بالفعل، والآن إليكم بيت القصيد. بنك التسويات الدولية BIS، المؤسسة التي ينسب إليها الفضل في ابتكار البنية التحتية المالية العالمية، أيدت هذا المشروع للتو. لم يغلقوا أمبريدج، لقد سلموه بالكامل. هذا ليس مجرد مشروع بحثي عابر، هذا وحش فرانكنشتاين يخرج من المختبر. والآن دعونا نتحدث عن الأصل الذي لا يمكن تجميده ولا يمكن اختراقه ولا يمكن طباعته حتى يفقد قيمته تماما: الذهب. في 31 أكتوبر 2025 أجرى باحثو مجموعة البريكس اختباراً تجريبياً لشيء غير مسبوق: وحدة تسوية مدعومة بالذهب مصممة خصيصاً للتجارة البينية بين دول البريكس. ليست عملة موحدة، فقد قضت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على تلك الفكرة، بل هي آلية تسوية محايدة. إليكم آلية عملها: 40% ذهب مادي 40 جراما في الاختبار التجريبي،
و60% من عملات دول البريكس بواقع 12% لكل من الريال البرازيلي واليوان الصيني والروبية الهندية والروبل الروسي والراند الجنوب إفريقي. تعمل هذه الوحدة كآلية محاسبية. تخيل أنك البرازيل تبيع فول الصويا للهند بدلاً من تحويل الريال إلى دولار ثم إلى روبية، وتحمل مخاطر سعر الصرف مرتين. أنت تسوي المعاملة بوحدات الذهب وتتتبع سجلات البلوكتشين الملكية. تحديثات الأسعار اليومية تتكيف مع تقلبات العملات. لماذا الذهب تحديداً؟ لثلاثة أسباب رئيسية. أولاً، هو مخزن عالمي للقيمة لا تتحكم فيه أي حكومة، ولا يمكن لأي بنك مركزي أن يضخمه. لقد كان وسيلة للتبادل النقدي منذ 5000 عام. تنتج روسيا 340 طناً سنوياً، وتنتج الصين 380 طناً. وبشكل جماعي تسيطر دول البريكس على 50% من إنتاج الذهب العالمي، وتحتفظ بأكثر من 6000 طن في احتياطياتها. حصانة ضد العقوبات. يمكنك تجميد احتياطيات الدولار، اسأل روسيا عن ذلك، لكنك لا تستطيع تجميد سبائك الذهب في قبو بموسكو. أنماط التراكم هذه مثيرة للدهشة حقا. 1000 طن من الذهب سنويا لمدة 3 سنين متتالية من 2022 ل 2024، مقارنة بمتوسط تاريخي كان بيتراوح بين 400 و 500 طن. دول البريكس اشترت أكثر من 50% من الكمية دي. احتياطيات روسيا من الذهب 2,336 طن. احتياطيات الصين من الذهب 2278 طن ولسه بتزيد. الهند 880 طن. البرازيل لسه ضايفة 16 طن في سبتمبر 2025، ودي أول مرة تشتري فيها ذهب من سنة 2021. حصة الذهب من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية زادت من 11% سنة 2010 ل 18% سنة 2024. ده بيعكس إعادة توزيع هيكلية بعيداً عن الأصول المقومة بالدولار. المنطق الاستراتيجي. لو أنت محافظ بنك مركزي في دول البريكس، أكيد شفت أمريكا وهي بتجمد 300 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية، وبتستخدم نظام سويفت كسلاح، وبتهدد بفرض رسوم جمركية 100% على أي حد بيحاول يعمل بديل للدولار. الذهب هو الأصل الوحيد اللي خارج نطاق السيطرة المالية الأمريكية بشكل حقيقي، وهنا بقى الموضوع بيسخن. دونالد ترامب كتب على منصة تروث سوشيال: دول البريكس هتواجه رسوم جمركية 100% لو حاولوا يعملوا عملة جديدة أو يدعموا أي بديل للدولار الأمريكي القوي. دولار الترجمة: اعملوا بديلاً للدولار وهنفرض عليكم حصار اقتصادي. التداعيات السياسية الفورية. رئيس البرازيل لولا، اللي كان قبل كده أكبر داعم لعملة البريكس، شال الموضوع بهدوء من أجندة رئاسة البرازيل للبريكس سنة 2025. فلاديمير بوتين، اللي عرض بنفسه نموذج أولي لورقة بانكنوت البريكس في قمة قازان في أكتوبر 2024، صرح علناً في نوفمبر 2024: إحنا مش بنسعى للتخلي عن الدولار. الكلام ده بيجي من رئيس بلده عندها 300 مليار دولار احتياطيات مجمدة. قمة البريكس في ريو في يوليو 2025. مفيش أي ذكر لعملة موحدة في البيان الختامي. تهديدات ترامب جابت نتيجة على المدى القصير. قادة البريكس تراجعوا عن خططهم الجريئة لتوحيد العملة، لأن التكلفة الاقتصادية لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 100% هتكون كارثية. البرازيل بتصدر لأمريكا ب40 مليار دولار سنوياً. الصين بتصدر أكثر من 500 مليار دولار. رسوم جمركية بنسبة 100% هي في الأساس حصار تجاري. بس هنا بقى المشكلة، الإكراه بيجيب انفصال مش ولاء، وده بيسرع بالظبط الديناميكية اللي بيحاول يمنعها. معهد بيترسون للاقتصاد الدولي عمل دراسة لتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية. النتيجة: الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي هيقل ب 432 مليار دولار بنهاية فترة ولايته الثانية. الأسعار هترتفع 1.6%. ده يعتبر ضرر اقتصادي ذاتي عشان يفرض هيمنة الدولار. في نفس الوقت دول البريكس ما وقفوش بناء بدايل، هما بس بقوا أكتر هدوءاً في الموضوع ده.
التجارة بين روسيا والصين بالعملات المحلية لسه 99%. تسليم وتشغيل نظام امبريدج لسه حصل. حجم معاملات نظام CIP لسه زايد 43%، وتراكم الذهب بيتسارع. المفارقة هنا إن تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية بتثبت ضعف الدولار، وبتوضح إن هيمنته دلوقتي محتاجة إجبار مش تفضيل من السوق. لو الدولار كان فعلا أحسن عملة للتجارة ما كانتش هتحتاج تعريفات جمركية 100% عشان تمنع البدائل. الحقيقة إنك بتعمل كده بتقول لكل محافظ بنك مركزي في دول البريكس النظام ده هش، نوعوا أسرع. مؤسسة بروكينجز بتقول إن أمريكا ممكن تفرض عقوبات ثانوية على الدول المشاركة من طرف ثالث في الأنظمة اللي مش بتستخدم الدولار، بس ده بيخلق مفارقة في العقوبات. كل استخدام للإجبار المالي بيشجع على بناء بدائل مقاومة للعقوبات. انت مش بتمنع الدولار، انت بس بتخليها أكتر إلحاحا. دلوقتي خلينا نتكلم عن كابوس سحب الدولار. البنوك المركزية الأجنبية حالياً بتحتفظ ب 7.44 تريليون دولار في صورة احتياطيات، سندات خزانة، ديون وكالات، وأصول مقومة بالدولار. الرقم ده كان مستقر نسبياً بالقيمة المطلقة، بس حصة الدولار من إجمالي الاحتياطيات انهارت من 85% في السبعينات ل 58.9% في الربع الثالث من 2025، وده أقل مستوى من سنة 1994. ده سيناريو الكارثة لو الدولار اتسرعت، ولو بدائل البريكس كسبت قوة، ولو البترول ما بقاش يتسعر بالدولار، ولو نظام امبريدج اتعامل مع حجم معاملات كبير. ساعتها البنوك المركزية الأجنبية هتبدأ تبيع سندات الخزانة، مش عشان بيكرهوا أمريكا، بس عشان ما بقوش محتاجين دولارات. انت تركيا مثلا كنت بتحتفظ ب50 مليار دولار في سندات الخزانة عشان كنت محتاج دولارات عشان تشتري بترول، بس دلوقتي بتشتري الغاز الروسي بمقايضات الروبل، وبتسوي التجارة مع الصين عن طريق نظام CIPS. ليه تحتفظ بأصل قيمته بتقل وبيجيب لك عائد 4% لما ممكن تحتفظ بذهب أو تنوع لليوان؟ لو ده حصل بكميات كبيرة، 7.4 تريليون دولار من سندات الخزانة هتغرق السوق. أسعار السندات هتقع، والعوائد هترتفع بشكل كبير، وتكاليف الاقتراض للحكومة الأمريكية هتنفجر. احنا بالفعل عندنا عجز 2 تريليون دولار. تخيل تمويل ده ب7% بدل 4%. البنك الفيدرالي هيواجه اختيار مستحيل: يسيب العوائد ترتفع وتوقع الاقتصاد، أو يطبع فلوس عشان يمتص البيع الكبير ويسبب تضخم. أمريكا طبعت أكتر من تريليون دولار وقت الكورونا عشان تمتص المعروض من سندات الخزانة. لو 7 تريليون دولار رجعت، انت تتكلم عن توسع نقدي بمستوى فايمار. بس هنا في وجهة نظر تانية: الدولار مش هتسبب بيع فوري لسندات الخزانة عشان الطلب على الدولار ثابت. أكتر من تريليون دولار كاش موجودين بره أمريكا بيستخدموا في المعاملات في الاقتصادات غير المستقرة والأسواق السوداء والأغراض حفظ القيمة. الطلب ده بيفضل موجود حتى لو تسوية التجارة اتغيرت. مفيش بديل بيضاهي سيولة الدولار. مش ممكن ترمي 7 تريليون دولار في اليوان. قيود الصين على رأس المال معناها إنك مش ممكن تحرك الفلوس بحرية لجوه وبره. أسواق اليورو مجزأة. الذهب سيولته ضعيفة على نطاق واسع. أسواق رأس المال الأمريكية لسه مفيش زيها، عميقة شفافة وبتحكمها سيادة القانون. سندات الخزانة الأمريكية لسه هي الأصول الأكثر أماناً على نطاق واسع على وجه الأرض. وجهة نظر صندوق النقد الدولي: الدولار هيفضل مهيمن على المدى المتوسط من 10 ل 20 سنة، بس التنوع التدريجي هيستمر. مفيش بديل واحد يقدر يحل محله، بس سلة من البدائل زي اليورو واليوان والذهب ممكن تهده بشكل جماعي. الخطر الحقيقي مش انهيار، هو نزيف بطيء. كل سنة البنوك المركزية الأجنبية بتحتفظ بكمية أقل شوية من احتياطياتها بالدولار، وده بيقلل الطلب على سندات الخزانة وبيجبر البنك الفيدرالي إنه يمتص إصدارات أكتر، وده بيحد من قدرة البنك الفيدرالي على محاربة التضخم، وبيأكد صحة قرار التنوع بعيداً عن الدولار. نبوءة بتحقق نفسها. ميزانية البنك الفيدرالي انكمشت بالفعل ب 2.2 تريليون دولار من يونيو 2022. ممكن يمتص التدفقات،
بس ده هيكون عن طريق تحمل التضخم أو خنق النمو الاقتصادي. لا ده مقبول سياسيا ولا ده. خلينا نبص للواقع. عملية التخلص من الدولار بتواجه عقبات هيكلية ضخمة. العقبة الأولى قابلية اليوان للتحويل. اليوان الصيني بيمثل 3% بس من مدفوعات سويفت العالمية، وده بعد ما كان 4% في أواخر 2024. ليه؟ عشان قيود رأس المال. ما تقدرش تحرك فلوسك بحرية لجوه الصين أو لبره. نائب رئيس سابق لبنك الصين اعترف وقال: بما إن حساب رأس المال الصيني مش متحرر بالكامل، هيكون صعب جدا إننا نطرح عملة مستقرة محليا. لو أنت مصدر برازيلي هتقبل اليوان في تجارتك مع الصين، بس ما تقدرش تستثمر اليوان ده في الأسواق العالمية أو تحوله بحرية، وده بيحد من انتشار اليوان. العقبة التانية الخلل الداخلي في مجموعة البريكس. البريكس مش كتلة متماسكة، دي مجموعة من المنافسين اللي بيعملوا نفسهم بيتعاونوا. الهند ضد الصين. الهند مرعوبة من إنها تستبدل هيمنة الدولار بهيمنة اليوان. قاومت التجارة اللي باليوان ورفضت تنضم مبادرة الحزام والطريق الصينية. براغماتية البرازيل. لولا بيتكلم كلام كبير عن التخلص من الدولار، وبعدين بيحتفظ بهدوء باحتياطيات الدولار عشان ما بيثقش فيه. سيولة اليوان. يأس روسيا. موسكو هي الأكثر حافزاً للهروب من الدولار، لكنها كمان الأكثر عزلة. بدائلها الروبل واليوان ما بتنفعش للتجارة اللي مش مع الصين. العقبة الثالثة متطلبات عملة الاحتياطي. صندوق النقد الدولي بيعدد اللي لازم يتوفر عشان تكون عملة احتياطي. أسواق رأس مال عميقة وسائلة. أمريكا بس هي اللي عندها سيادة القانون وتطبيق العقود. النظام القانوني الصيني غامض، وروسيا نظامها روسي. الاستقرار الاقتصادي الكلي. البرازيل وجنوب أفريقيا متقلبتين. تدفقات رأس المال في الهند بتتقلب بشكل جنوني. الثقة السياسية، هل هتثق في شي جين بينغ أو بوتين عشان يحتفظوا باحتياطياتك؟ مفيش أي دولة من البريكس بتلبي كل الشروط. اليورو هو الأقرب، لكن التشرذم السياسي لليورو نفسه وتباين الديون السيادية بيحد من جاذبيته. عملية التناقض دي بتتقدم على الهامش. التجارة الثنائية، ممرات محددة لكنها بتفشل في الجوهر. تكوين الاحتياطيات، التسعير العالمي، البنية التحتية المالية، لأن مزايا الدولار حقيقية مش مجرد إجبار. روسيا والصين ممكن يتداولوا بعملتهم المحلية عشان مضطرين يواجهوا العقوبات ومقدرين على ده. الثقة الثنائية والبدائل المحدودة. لكن مستورد كيني، مصدر فيتنامي، بنك تركي لسه بيفضلوا الدولار عشان أسهل. خلينا نتكلم عن اللي أصحاب القرار مش بيقولوا علنا. موقف صندوق النقد الدولي بعد فك شفرته. علناً الدولار هيفضل مهيمن للمستقبل المنظور. الدولار تدريجية وممكن إدارتها. سراً لو قرينا ما بين السطور إحنا مرعوبين، لكن الاعتراف بده هيسرع حالة الذعر. بيانات صندوق النقد الدولي نفسها بتوضح إن حصة الدولار من الاحتياطيات في أدنى مستوياتها من سنة 1994. هم بيعترفوا بالتنوع التدريجي وفي نفس الوقت بيقللوا من خطر النظام. الترجمة: هم شايفين التآكل ده بس مش قادرين يوقفوه. البنوك المركزية الأوروبية بتلعب دورها. البنك المركزي الأوروبي أصدر 700 مليار دولار من الديون الحكومية الأوروبية المشتركة خلال أزمة كورونا، ودي كانت أول خطوة حقيقية نحو أداة مالية موحدة لمنطقة اليورو. ده بيخلق بدائل مقومة باليورو للسندات الحكومية، وممكن يخلي اليورو بديل الاحتياطي. لكن هنا تكمن المشكلة. سياسات اليورو نفسها فوضوية. ديون إيطاليا تعتبر خردة. ألمانيا مش هتفضل تدعم جنوب أوروبا للأبد. اليورو مش ممكن يحل محل الدولار لو اليورو نفسه انهار. بنك التسويات الدولية تسليم مشروع إمبريدج. هو بيتحرك بس مش بيصدر تصريحات سياسية جريئة. وفي أكتوبر 2024 سلم مشروع إمبريدج للبنوك المركزية المشاركة. ده مش تأييد لإنهاء الدولار، لكنه تسامح معاه. بنك التسويات الدولية كان ممكن يوقف إمبريدج، لكنه ما عملش كده.
ليه؟ عشان حتى بنك البنوك المركزية بيعترف إن تسليح الدولار بيخلق طلب على بدائل، ومع الطلب ده هيتطلب تسليح أكتر، وده هيخلق طلب أكتر. حلقة مفرغة. ده اللي بيحصل فعلا. إنهاء الدولار حقيقة هيكلية. التجارة بين روسيا والصين 99% منها بالعملات المحلية. حجم معاملات نظام CIP زاد بنسبة 43%. مشروع إمبريدج شغال وبيتوسع. احتياطيات الذهب لدول البريكس أكتر من 6000 طن وبتزيد. حصة الدولار من الاحتياطيات هي الأدنى من سنة 1994، لكن ده مش انهيار، ده تآكل. الدولار لسه مسيطر على 88% من تعاملات العملات الأجنبية، والسندات الأمريكية بتفضل أعمق وأكثر الأسواق سيولة على وجه الأرض. مفيش عملة بديلة بتقدم نفس مستوى قابلية التحويل والسيولة والثقة، والانقسامات الداخلية في مجموعة البريكس بتمنع أي تحرك موحد. المسار اللي ماشيين فيه هو تحول تدريجي متعدد الأقطاب. الدولار بيفضل مهيمن، لكنه بيشارك النفوذ مع اليورو واليوان والذهب في ممرات تجارية معينة. طاقة البريكس بين روسيا والصين بتتحول للعملات المحلية، والبنوك المركزية بتنوع احتياطاتها. السرعة دي بتتحدد بمدى استدامة المالية الأمريكية من عدمها، والنمو الاقتصادي الصيني وعولمة اليوان. السلاح، الغلطة الاستراتيجية. تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية بتعيق توحيد العملات الجريء، لكنها بتسرع بناء البنية التحتية بهدوء. كل تهديد قسري بيأكد على ضرورة وجود بدائل. مش ممكن تحافظ على الهيمنة بالقوة، لكن بس بتقديم القيمة والاستقرار والسيولة والثقة بشكل مستمر. السؤال الحقيقي: هل أمريكا هتضاعف جهودها في مزاياها المؤسسية وسيادة القانون والأسواق الشفافة والانضباط المالي، ولا هتحرق مصداقيتها أسرع ما البريكس بتبني بدائل؟ لأن دلوقتي ده سباق، وخط النهاية أقرب بكتير مما معظم الناس متخيل. يبقى ده دليل النجاة بتاعك، نوع استثماراتك. لو البنوك المركزية بتشتري ذهب وبتنوع احتياطاتها، يمكن انت كمان المفروض تعمل كده. دي مش نصيحة مالية، بس يعني إشارة عامة لكل حاجة. راقب حجم معاملات أمبريدج. لو عدت $1 تريليون سنويا، يبقى ده مؤشر خطر كبير. تابع حصة اليوان في سويفت. لو كسرت 5% واستقرت، يبقى احنا في مرحلة تسارع. راقب عوائد السندات. لو عوائد السندات ال10 سنين عدت 5% من غير ركود، يبقى الطلب الأجنبي بيتصدع. والأهم من كل ده، بطل تفترض إن هيمنة الدولار دايما. دي مش فيزياء، دي سياسة، والسياسة بتتغير. قولولي في التعليقات، شايفين التحول ده هيحصل في قد إيه؟ 5 سنين، 20، ولا الدولار فعلا لا يقهر؟ لو الكلام ده صحاك ولو شوية، دوس لايك عشان الخوارزمية تعرف إن الناس مهتمة بالحرية المالية، مش بس فيديوهات القطط. اشترك لو عايز تحليلات أعمق وأكثر إثارة للقلق، وشارك الفيديو ده مع أي حد لسه فاكر إن الدولار مدعوم بالذهب، لأنه مش كده. هو مدعوم بالزخم، والزخم ده بيمشي كويس لحد ما يبطل يمشي. أشوفكم في الفيديو اللي جاي. خليك واعي.